هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات إذاعة المنتدى، السلام عليكم ورحمة الله. هذا أنا صلاح محمد زين، أستهل ساعة هذا المساء الأربعاء 20 من أغسطس بقراءة نشرة الأخبار، ثم تستمعون بعدها إلى الحوار الذي أجراه الزميل يوسف بوليسي مع عدد من قيادات التنظيمات التي شاركت في مهرجان إريتريا المنعقد بفرانكفورت مؤخرا. وقتا ومتابعة طيبة لفقرات صوت المنتدى. خلى حمام أنتم محوات ماما تحملنا لا ماما أنتم محوات ماما تموتنا لا ماما وكاني وكانك جندر مسولادي قصلا يوسقودا دعراي زكادي عدقا خسيلت جر عبادي يتسنب دوايو كله زنبودي عيلنا بتمرتي تقصانينا العيه أنكم محوات ماما تحملنا لا ماما أنتم محوات ماما تموتنا لا ماما سلازي نحن الدلاي تفضعي ولا قدم ولا ظلمي نفع صدر لبان الرسرسة ناقل يدو حسن زلب كرسة نلا زبدم مليس وخيدسة ماما تحمام نفوس أخدم ماما تحمام كريد قديد صدمه صوت المنتدى. نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين.
تمرد وحدات مما يسمى بالجيش الشعبي المكلف بحماية المؤسسات الحكومية في أسمرة. إقبال غير مسبوق على شراء الوقود بعد أنباء عن قرب انعدامها. سجن سنبل يشهد اكتظاظا شديدا بالسجناء. أنباء عن هروب أعداد كبيرة من القوات المرابطة في ضواحي مدينة تسنين. الأنباء بالتفصيل. شهدت العاصمة أسمرة خلال الأيام الماضية تمردا قاده أعضاء ما يعرف بوحدات الجيش الشعبي الذي يتكون من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما، بالإضافة لمعوقي وجرحى حرب التحرير والمعفيين من منتسبي ما يسمى بالخدمة الوطنية، حيث طالبوا بإعفائهم من الحراسة الليلية في المواقع والمؤسسات الحكومية الهامة بالعاصمة أسمرة، لأن أسرهم صارت عرضة للسرقة التي أصبحت ظاهرة مألوفة منذ فترة ليست بالقصيرة، وازدادت ضراوة مع حالات الظلام الدامس التي تعيشها البلاد نتيجة للانقطاع المستمر للكهرباء. وأوضحت مصادرنا بالداخل أن حالة التمرد والتذمر بين أوساط منتسبي الجيش الشعبي ظلت تأخذ منحا تصاعديا منذ فترة طويلة، حيث شهدت وحداتها احتجاجات علنية ورفضت الانصياع والامتثال لأوامر قادتها الداعية للمداومة في الحراسات الليلية، ولكنها كانت تتسم بأنها ظلت احتجاجات في إطار محدود ضمن وحداتهم العسكرية، عكس ما حدث خلال الأيام الماضية التي شملت فيها الاحتجاجات كل الوحدات المرابطة بالعاصمة أسمرة وضواحيها، مما دفع الحكومة يوم أمس الثلاثاء لعقد اجتماع عاجل مع المحتجين وسط تخوف من اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم. وسنوافيكم بتفاصيل الاجتماع في وقت لاحق. في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من الانقطاع المستمر للكهرباء، شهدت أسعار الوقود ارتفاعا جنونيا، حيث بلغ سعر لتر البنزين 80 نقفة. وذكرت مصادرنا في العاصمة أسمرة أن سكانها يعيشون حالة من الهستيريا بحثا عن الوقود ومشتقاته، خاصة بعد تردد أنباء شبه مؤكدة بوجود اتجاه لدى الحكومة لزيادة أسعار جميع أنواع مشتقات الوقود، فضلا عن قلة المعروض منها في السوق السوداء لانعدام أو محدودية ما أصبح يصل عبر الطرق غير الشرعية، بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومات المجاورة للحد من تهريب السلع إلى إريتريا، وكذا محاولة استحواذ الحكومة عليها. يشهد سجن سنبل بالعاصمة أسمرة اكتظاظا بالسجناء نتيجة لإغلاق المحاكم أبوابها بسبب العطلة الصيفية، مما أدى إلى عدم البت في العديد من القضايا الجنائية وإرسال المتهمين فيها إلى هذا السجن. هذا وقد بلغ شدة الازدحام في عنابر السجن حدا غير مسبوق، حيث يصل عدد السجناء الذين يحشرون في العنبر الواحد أكثر من 300 شخص، كما يعج العنبران الخامس والسادس من السجن بالكثير من ذوي الأمراض العقلية، وأن كثير من السجناء يعانون من أمراض مزمنة ومعدية ولا يجدون العناية الصحية اللازمة ولا ينقلون إلى المشافي إلا وهم على عتاب الموت. شهدت الأيام القليلة الماضية هروب أعداد كبيرة من أفراد الوحدات العسكرية المرابطة بضواحي مدينة تسنين، وقالت مصادر الإذاعة من مدينة كسلة أن السبب الرئيسي لهذا الهروب يرجع إلى امتعاضهم من الخدمة الطويلة في الحقول والمزارع التي تذهب عوائدها إلى جيوب قادتهم، ورفض القادة منحهم إجازات دورية لزيارة أهاليهم، وأساليب التعذيب القاسية التي يتبعونها لعقابهم عند المطالبة بالإجازة. وحسب مصادرنا أن حدوث هذا الهروب الكبير في هذا الوقت من العام الذي يشهد هطول أمطار قزيرة وفيضانات الأنهار في الطرق المؤدية إلى السودان يؤكد مدى تدهور العلاقة بين أفراد الجيش وقادته، وبلوغ حالة التململ إلى درجة غير معهودة قد تؤدي في المستقبل القريب إلى عواقب وخيمة. نهاية النشر.
صوت المنتدى. على هامش مهرجان فرانكفورت، استغلت إذاعة المنتدى تواجد العديد من التنظيمات والأحزاب السياسية، والتقت السادة إدريس همد عضو دائرة العلاقات الخارجية لجبهة التحرير الإريترية، الأستاذ محمد عثمان إدريساي رئيس المجلس الفيدرالي للحركة الفيدرالية الإريترية، الأستاذ منصور عبدو عضو المجلس المركزي للحزب الشعب الديمقراطي، والأستاذ محمد نور كراني أمين أمانة الإعلام للحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية. وكان السؤال الأول الذي طرحناه عليهم يتعلق بالتحديات التي تواجه قوى المعارضة في هذه المرحلة. فمرحبا بكم في هذا الحوار. شكرا الأخ يوسف بوليسي. أنا إدريس همد آدم عضو المجلس المركزي لجبهة التحرير الإريتري، عضو دائرة العلاقات الخارجية، مسؤول دائرة أوروبا. شكرا على هذه الاستضافة. أولا فرصة سعيدة التقينا في هذا المهرجان بمجموعة طيبة من الشباب الإريتري والمناضلين الإريتريين الذين يقارعون العصابة الحاكمة في أسمرة. مهرجان فرانكفورت لهذا العام تميز قليلا عن باقي السنوات الماضية بمشاركة فاعلة من القوى السياسية. هنالك أكثر من 5 تنظيمات وأحزاب سياسية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني شاركت في هذا المهرجان. نحن في جبهة التحرير الإريتري نعتقد جازمين أن التغيير
المنشود يجب أن يكون تغييرا جذريا تشارك فيه كل القوى والفعاليات السياسية الإريترية، يصطحب معه كل الآثار السالبة التي خلفها وسوف يخلفها النظام السياسي وعصابته، وبالتالي علينا أن نناضل سويا وبشكل واضح وشفاف حتى نقتلع هذا النظام بجذوره. كل القوى السياسية وكل الفعاليات الإريترية مطالبة اليوم أن تساعد وتكثف من مجهودها ونضالها في سبيل تغيير هذا النظام. هذا التغيير في وجهة نظرنا يحتاج إلى أدوات أساسية، أولاها هي مسألة الثقة المتبادلة ما بين مكونات المجتمع الإريتري حالة الفتور والبرود الحاصلة في معسكر المعارضة الإريترية، أو كما قال بالأمس أخونا من أحد الشباب المعسكر المطالب بالعدالة ومعسكر يناضل من أجل العدالة والديمقراطية. هذا المعسكر فيه الكثير من القضايا التي يجب الانتباه إليها، أولاها مسألة الإقرار بالآخر، التنوع، التعدد، مسألة الإقرار بأننا نناضل من أجل مجتمع إريتري متكامل. الحفاظ على وحدة هذه الأرض وعلى وحدة المجتمع الإريتري مرهون بتماسكنا وبفهمنا لطبيعة هذا التنوع ثقافي، تنوع إثني، تنوع ديني. هذه كلها إيجابيات إذا كان قدرنا يعني نديرها بشكل أساسي. أنا أعتقد إذا كان قدرنا أن ندير هذا التنوع فنحن سوف نكون الأدوات الفاعلة لهذا التغيير. هذا التغيير أيضا يحتاج من القوى المعارضة في الخارج أن تمد جذورها إلى الداخل وتخلق آليات تواصل حقيقية مع المجتمع الإريتري في الداخل، لأنه هو المستهدف بشكل أساسي ليلعب دور مهم في هذا التغيير. هذا ما أحب أن أقوله، ومن خلال ما مداخلات الإخوة المناضلين ممكن أن يكون لي تعقيب آخر، ولك فائق التقدير. شكرا جزيلا. الأستاذ إدريساي، ما هو تعقيبك أو كلامك في هذا الموضوع؟ أولا الشكر للزميل والأخ بوليسي ولمنتدى الحوار على إتاحته هذه الفرصة لي. طبعا أنا أعتبر رئيس المجلس الفيدرالي للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، وشاركت في هذا المهرجان من مبدأ كل شيء يتم عبر الحوار مهما الناس اختلفت، يفترض أنه تجلس مع بعض، وده المخرج اللي يكون موجود أمامنا، ولكي نطرح ما لنا من رؤى وأن نستمع كذلك لما للآخرين من رؤى. كل ما أحب أن أقوله إنه نحن أولا ويعني يجب كقوى معارضة أولا أن نبتعد عن مسألة إقصاء بجميع أشكاله، ويجب أن لا تكون هناك أي قوة تعتقد أنها هي المؤهلة لهذا العمل السياسي وغيرها غير مؤهلين أو فيهم شك أو في المقدرة. فكلنا من له المقدرة أكبر ومن له مقدرة أصغر ومن له حجم أكبر ومن له حجم أصغر نجلس مع بعض لنصل بصدق إلى الرؤى المستقبل. مسألة التاريخ وغيرها هذه فلتترك لمرحلتها مع أهميتها. دي النقطة الأولى اللي حبينا نرسلها. الشيء الثاني اللي حبينا نرسله من خلال مشاركتنا لهذا المهرجان هو أنه يجب أن نتفق على المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد سقوط النظام، بوضوح ماذا سنحقق وماذا وكيف ستكون المرحلة الانتقالية. صحيح الناس قد تكون يعني تعودنا في خلال مرحلة الثورة أنه ديل أو التنظيمات الإريترية هي طالبة للسلطة، والتنظيمات ترفض أنه هي ما قاعد تطلب سلطة. أما نحن فنقول نحن نريد أن نحكم، ولنا برنامج من خلاله نريد أن نحكم، ولكن مع الآخرين ومن خلال شيء واضح من حيث ونرى وطرحنا دائما هو ماذا علينا أن نعمل وما هي الشروط التي تتوفر للمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وما هي الشروط التي يجب علينا أن نوفرها لإسقاط النظام. هذا تقريبا باختصار وحتى لا أخذ زمن الآخرين، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ درجاي. الأستاذ منصور عمر، ممثل حزب الشعب الديمقراطي.
أولا أشكر إذاعة المنتدى الإريتري ممثلة في الأخ يوسف بوليسي لتكبد المشاق وحضوري للمهرجان لعكس نشاطات هذا المهرجان. وثم ما عندي كثير أقوله أو أختلف عن الإخوة إدريس محمد أو الأستاذ إدريساي، لكن عايز أضيف شيء بسيط هو في العمل المعارض المشترك مع كل القوى السياسية الإريترية. كما تعلمون أنه مقررات مؤتمر حزب الشعب الأخير تغير العمل مع كل القوى السياسية الإريترية الموجودة في الساحة لإسقاط هذا النظام، وأبعد من ذلك أنه يرى الحزب كل الأحزاب السياسية التي تشبهه في البرامج السياسي أن يتوحدوا في حزب واحد. أما الذين يختلفوا معه في البرنامج فبرنامج الحد الأقصى هو مقررات مؤتمرنا الأخير. ودليلا على ذلك شفنا الحضور الطيب من الإخوة الأفاضل أو أحزاب السياسية اللي تواجدت في مهرجان فرانكفورت هذا العام، وهو تثبيت أو للمبدأ الذي ينادي بالعمل المشترك مع كل القوى السياسية الإريترية. وشكرا. محمد نور صالح كراني، أمين مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية. أولا أحيي من خلالك الأخوة العاملين في راديو منتدى الحوار، وأيضا من خلال هذا الراديو نوصل صوتنا إلى شعبنا في الداخل الذي يستمع إلى هذا الإرسال الراديو. وحقيقة أنا لو حبيت أن أوجد كحزب الإسلامي في المؤتمر الأخير المؤتمر الخامس كنا ركزنا حقيقة كثير في 3 نقاط مهمة. أهم النقطة اللي كانت هي كيف ندمج الشباب والمرأة ويكون عندهم نسبة مقدرة في المجلس، وتقريبا 8% للشباب والمرأة، بحيث أن هذا القطاعين مهمة مشاركتهم. النقطة الثالثة اللي كانت أيضا ركزنا فيها على العجالة، كيف يعني نحن وغيرنا من القوى المعارضة الإريترية نكون متواجدين في داخل بلدنا بكل الوسائل المتاحة والممكنة، لأنه غيابنا حقيقة أثر وأفقد الأمل هذا الشعب، ويكابد كثير من الإشكاليات ومرارات اللي نحن قاعد نراها الآن. شبابنا الآن يهاجر ويغرق في البحار ويتيه في الصحاري ويباع بثمن بخس، وهذا حقيقة ليس الدور اللي أنتظره آبائنا والذين أسسوا هذا النضال. يعني عدد كبير من اللاجئين عندنا في السودان، وسياس رفض وقال أن هؤلاء لا يمثل إلا نسبة بسيطة 100,000، مع أنه أكثر من 1,000,000 موجودين، ويريد أن يطمس حقهم وحقوقهم، وبالتالي أيضا أراضيهم أصبحت الآن يهجر فيها الآخرين. وهذا حقيقة نرى أن إريتريا في المستقبل حتكون مهددة نتيجة ممارسة هذا النظام. يعني المطلوب من قوى المعارضة الإريترية حقيقة يعني أن ترفع من مستوى وعيها ومستوى عملها، وأن لا تقتنع بكثير أو بقليل من إنجازات أو مؤتمرات اللي تعملها هنا وهناك. الإنجاز الكبير عندما نخلص شعبنا من هذا النظام، وعندما نستطيع أن نعمل لقاءاتنا في المدن الإريترية، في أسمرة وفي كرن وفي مسوع وقردات ودنكاليا وغيرها. يعني وبالتالي لابد سقف طموحاتنا وآملنا أن ترتفع إلى هذا المستوى، وبالتالي لابد أن نجابه كثير من التحديات. النقاط المهمة اللي حقيقة لا أشاروا إليها الأخوة، يعني حقيقة كيف يعني نعزز ثقافة الحوار، لأنه من خلال الحوار حيكون عندنا تبادل للأفكار، تبادل للآراء، وبالتالي ما هي الخدمات اللي نستطيع أن نقدمها في المستقبل لهذا الشعب بعد هذه المرارات الذي عاشها. ومن خلال ثقافة الحوار أيضا حنقطع حاجز عدم الثقة اللي موجود بين كل المكونات الإريترية، سواء كان المسيحيين والمسلمين. الطرح اللي موجود نحن وهم لابد أن ينقطع، لابد نحن أن يكون وطن واحد، وبالتالي نعيش في ظل هذا الوطن الذي تحكم دولة مدنية راشدة فيه ديمقراطية، فيه المؤسسات، والجيش يكون حامل لهذه المؤسسات والوطن، ولا أن يكون متدخل كما هو الآن أصبح جيش حزب معين، وبالتالي يسخر آراءه. وأيضا المؤسسات اللي قمنا بها يعني كحزب الإسلامي مثلا، نحن شاركنا في كل التحالفات اللي كانت بين المنظمات والتنظيمات الإريترية، من التحالف الديمقراطي، التحالف الوطني، المجلس الوطني، وحتى المذلة الجديدة الآن اللي ستقام. وبالتالي نحن بحاجة أيضا أن نعزز هذه التحالفات وندخل إريتريا بجسم موحد
حد، وأقل شيء تكون عندنا اتفاق حد أدنى. والأوراق اللي قدمت أعتقد في المجلس الوطني الإريتري يعني، ونتمنى أن ينجح في المؤتمر القادم، كانت كفيلة بأن تحقق كثير من الإنجازات، لأنه غيرنا من الدول التي في الربيع العربي رأينا إشكاليتها كانت لأنه لم تقرأ قراءة صحيحة للمرحلة الانتقالية. إذا نحن لابد أن تكون قراءتنا دقيقة للمرحلة الانتقالية، الكل يشارك فيها والكل أيضا يعبر فيها عن رأيه. بعد المرحلة الانتقالية أيضا إريتريا هذه بكل مكوناتها كيف نتعايش فيها لابد أن يكون مهم، ولابد أن نصل فيه إلى رؤية مشتركة، وإن لم يكن اتفاق كامل 100%. تقريبا هنالك توحد في الرؤى حول المرحلة التي نعيشها في الوقت الحالي، لكن يبقى هنالك سؤال: ما هي الآليات التي ممكن عبرها الوصول إلى أو بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الحوارات المطروحة؟ يعني مثلا دلوقتي بدأت هنالك حوارات، وهنالك من قبل أيضا كانت هنالك حوارات، فبالتالي الآليات الفعالة التي ممكن أن تؤدي إلى إسقاط النظام وبلوغ الأهداف المتوخاة ما هي؟ أبدأ بك أستاذ إدريساي. في تصوري أنا الآليات الآن نحن نرى مثلا على سبيل المثال كرأي بنطرحه أن هناك في قوة مجتمعة وهناك برامج أنجزت، وبالتالي هذه القوى وفي قوى خارج هذا الإطارات اللي موجودة هي كلها تجلس مع بعض. ممكن نضع واحدة من الآليات أن الناس تجلس مع بعض للوصول إلى شيء يوحد هذه القوى من حيث البرنامج، من حيث قراءتنا تكون واحدة كلنا مع بعض، وممكن أن نصل كذلك من خلال هذه الحوارات إلى آليات، لأنه لا يمكن أن نفرض آلية محددة الآن في الوقت الحاضر يعني، لكن نرى هناك في تجمع بغض النظر عن فعاليته وعدم فعاليته الآن، لكن على الأقل هذه القوى جزء من المعارضة بحجمها برؤاها موجودة على الساحة، وفي آخرين كذلك موجودين على الساحة. إذن أن نوجد من خلال حوار جاد أن نصل إلى شيء جديد أو نصل إلى تطوير هذا الشيء اللي موجود بحيث أنه يرضي ويشبع رغباتنا كلنا كقوى سياسية للمستقبل. هذه أنا بشوفه، ولكن خاضع للحوار، ومن خلال الحوار ممكن أن تبرز آليات أخرى يعني. ما أعرف إذا سمحت لي برضو كنت عايز أشير على نقطة كنت أسرتها حتى في المهرجان، وهي مسألة إنه الشباب والمرأة زي ما ذكر أخونا عثمان كراني. يعني إحنا عندنا إشكالية والناس تغفل عنها كثير، مسألة إنه في شباب في دول المهجر إبداها من السودان إلى الوطن العربي كله، لهم ثقافة ولهم رؤى ولهم معرفة وتحصيل علمي وإلى ذلك. وفي شباب في داخل إريتريا أو في أوروبا التفكير عشان إذا إحنا عايزين نعمل وطن واحد مع بعض يجب أن نفتش عن وسيلة تساعد هؤلاء الشباب للتفاهم ونتخلص عن هذا من خلال على الأقل الطرح إنه تعلم اللغة المشتركة سواء كان عربي أو تجريني لكل، عشان تكون في نتخلص من هذه الترجمات اللي إحنا أو الكلمات حتى أصبحت تصادفنا بعض المرات حتى في الترجمات لما نترجم في التنظيمات السياسية ما مكتوب بالعربي يختلف عما هو مكتوب بالتجرينية. عشان نتخلص من هذه يجب الناس أن تفكر، الشباب فعلا إذا إحنا عايزين نستوعبهم في العمل الوطني يجب أن يفكروا أن هناك ثقافتين أو يعني في داخل إريتريا هذه الثقافتين الناس يجب أن تمتلكها. ده ما كنت أو مش ما يجب، لكن أن تفكر في أنه تفعل وتعمل من أجلها. شكرا جزيلا. أستاذ منصور، تعقيبك على هذا الموضوع. والله نحن الآليات نحن نرى في حزب الشعب الديمقراطي الإريتري إنه الآلية الأولى والأخيرة هي الشعب الإريتري، لأنه مشكلتنا كمعارضة إريترية بعدنا عن الشعب زاد توسعا، وذلك من عدم تعلمنا من أخطائنا كمعارضة إريترية، لأنه أي حدث يجي الناس كلها تتصاعد وتفعل العمل، لكن
لما نجي للنتيجة نلقاها عمل غير مدروس، عمل غير بعيد عن بعد كل البعد عن الشعب الإريتري. الآليات أولا أن نتعلم من أخطائنا. يعني ممكن نحن زي أخو ما ذكروا الناس في صدد أنه تعمل تجمع جديد والحوارات جارية، لكن يعني لابد أن نتعلم من أخطائنا. ما هي السلبيات التي صاحبت كل الإشكاليات الموجودة في المعارضة؟ فإذا نحن إذا توصلنا مع الشعب فالتغيير ديفنتلي حيكون قريب جدا جدا. الأستاذ محمد نور كرامي. نعم، حقيقة نعم في الحزب الإسلامي يعني حتى في برنامجنا السياسي رأينا كرؤية استراتيجية المجلس الوطني التغيير الديمقراطي قد يمثل هو يعني المخرج للمرحلة الانتقالية بما طرح فيه من الأوراق، بما طرح فيه فيما تمت فيه من الحوارات، ويمكن تطويره أيضا وإشراك الآخرين فيه وإضافة الأشياء نوعية. هذا ليس فيها عندنا اعتراض، لكن حقيقة هذه المرحلة تحتاج مننا إلى فعلا يعني حوارات جادة ومسؤولة بين القوى المعارضة الإريترية، ولا بد أن تكون مستعدة أن هذا الشعب تكون له مشروع إنقاذ وليس مشروع هلاك، لأن التغيير هو لوحده وليس هو المطلب. يعني التغيير مطلوب لأن نحن نحقق فعلا ما فشل سياسة تحقيق. كيف نحقق دولة تتعايش فيها كل مكوناتها، نحقق فيها السلام مع أنفسنا كإريتريين مع جيراننا، وبالتالي الجيل القادم اللي ذكره أخ دريساي بدل ما يكون في مهجر ويتيه ولا يجد عمل، وبالتالي خريج جامعة يشتغل سائق أو يبحث عن إقامة وتضيع كل مجهودات وعمره. يعني هذا الجيل كيف نستطيع أن تكون من مهامه مهام البناء ومهام بناء دولة الرفاهية، وبالتالي هذا الجيل اللي قدره أصبح الآن عاش هذه المرحلة لابد أن يفكر كما فكروا الآباء وحققوا جزء من المشوار استقلال إريتريا. نحن أيضا كيف نستطيع أن نبني دولة ديمقراطية اللي كنا نحمل بها، وبالتالي نسلم الراية للجيل القادم، وهذا الجيل القادم يفكر في مشروع البناء. وأعتقد المرحلة الانتقالية دي هذه مرحلة مهمة هي ومرحلة حساسة هي، وبالتالي الناس لابد أن تنظر إليها بروح المسؤولية. وليس الإشكال في الهياكل اللي موجودة، أنا أعتقد بقدر انعدام قليل من الثقة بين المكونات الإريترية، وأيضا طرح آراء ناتجة حقيقة أحيانا تنقصنا، وبالتالي كل تنظيم يتشبث بمكتسبات خاصة في سواء كان في أديس أو في خرطوم أو في فرانكفورت. أنا أعتقد هذا ما حيجي لشعبنا. المكتسبات الحقيقة حتكون في داخل الأسمرة. إذا نحن كيف نستطيع أن ننجز هذا المشروع للمرحلة الانتقالية، وبالتالي نعمل دستور وطني الكل يتوافق عليه، نكون البرلمان الوطني يكون انتخب بانتخابات حرة، وعندها الشعب الإريتري حيكون عنده صوته، وبالتالي كل التنظيمات وكل الأحزاب حتقدم خدمات للشعب الإريتري، والشعب من خلال صناديق الاقتراع كما نرى نحن الآن في أوروبا حيختار من يراه خادما مناسبا ل4 سنوات في كل مرحلة، أو أيضا لو رأى أن فشل في خدماته في نصف المرحلة ممكن أن يسقط. إذا نحن كيف نعتمد آلية الحوار، كيف نعتمد الآلية الديمقراطية، وكيف نفكر بعقل جماعي إريتري ننتج حقيقة مشروع إنقاذ لهذا الوطن. وأعتقد تطوير آلية المجلس الوطني قد تكون مفيد بالنسبة لنا، لأن إيجاد آليات جديدة الآن قد تأخذ نفس الشكوك ونفس علامة استفهام اللي كانت في المجلس، ونحن يعني ليس عندنا وقت، الشعب في انتظارنا، وإريتريا الآن أصبحت تفرغ من الشباب. إذا كيف نستطيع أن نوقف هذا النزيف الموجود في داخل إريتريا ونتخلص من هذا النظام، لكن ضمن استراتيجية واضحة ورؤى متفق عليها، وأيضا يعني ثقة متبادلة بأن في بناء وطن يجمع الكل. أنا حقيقة ما أختلف كثير عما قالوه الإخوة في موضوع الآليات. هنالك آليات يعني موجودة بغض النظر عن فعاليتها، وأنا في وجهة نظري أهم حاجة نحن المفروض نركز فيها في المرحلة الجاية هي مسألة لم الشمل معناته كل هذه الآليات يجب أن تتفاعل، ويجب أن الكل يكون موجود في آلية تجمع الجميع وتحتضن الجميع وتطرح البرامج الحقيقية. في طرحت برامج كل قوى المعارضة، الآليات الموجودة، التحالف الوطني الديمقراطي الإريتري، المجلس الوطني، حتى آلية رؤساء التنظيمات اللي قاعد تجتمع بشكل دوري، كلها هي آليات موجودة، ولكن تفعيلها بشكل أساسي يتطلب أولا المسؤولية المشتركة، الإقرار بأنه نحن فعلا في تلك المرحلة كونا آليات وعملنا، ولكن هذه الآليات تعثرت لعوامل تضافرت، منها ذاتية ومنها موضوعية. الموضوعية طبعا وجود كثير من العوائق، كثير من الإشكالات اللي صاحبت، في عوامل موضوعية، عوامل ذاتية تتعلق ببنية المعارضة نفسها وطريقة تفكير القوى السياسية، كما ذكر المناضل الكراني قبل شوية، في أنه التشبث
بالمكسب التنظيمي الضيق ربما يعني واحدة من الإشكالات يعني التي من 7-8 سنوات في السويد التنظيمات في السويد تحديدا المنطقة اللي بعيش فيها في السويد كنا بنجي 40-50 واحد من كل التنظيمات كويس، وكنا نناضل وكنا نعمل. لو ما الناس كانت موجودة اليوم مثلا المهرجان الأخير ده الناس جاتوا بأعداد ضخمة أكثر ضخمة لما نقول يعني مقارنة مع 30. لكن لولا نضال هذه التنظيمات السياسية ولولا صبرها ولولا دفعها لا يمكن أن يكون هذا الحشد تم، مع أنه حتى هذا الشيء هي قاعد على رأسه تكون المنظمات السياسية موجودة قربت أو بعدت أو أخذت أي جانب آخر يعني. شكرا. أنا لو سمحت لي ممكن أضيف حتة فيما يتعلق بالمشاركة في سوري أستاذ محمد نور، يعني فيما يتعلق بموضوع المشاركة والقوة. قلت أنت ظهرت مجموعات اللي كانت مشاركة وعندها كان دور ومظاهرات أمام الاجتماع الأخير لمنظمة حقوق الإنسان. حقيقة دي منظمات يعني يفترض فيها أن تكون منظمات يعني البعد بتاعها هو حقوقي، مجموعات كلها مجموعات اللي هي منظمات حقوقية. إذن هذا من صميم عملها يعني. حتى التنظيمات السياسية أعتقد يعني ممكن دورها يكون مساعد، ولكن ما كان حيسمح لها أن تشارك ذاتها كتنظيمات سياسية في مهرجان أو في مؤتمر أو في جمعية زي دي، لأنها متخصصة. هي جمعية أنا كمثال أيوة، ولكن ده اللي حبيت أزيده في الحتة دي. أستاذ عندك حاجة في ما عندي إضافة كثيرة، لكن عايز أقول إنه الإشكالية بتاعت منظمة المجتمع المدني في الأساس أعتقد أنه خلقناها نحن كتنظيمات سياسية وضعفنا كما ذكرت يعني. لكن نحن نرى أنه المشكلة الإريترية في الأساس هي مشكلة سياسية، فبالتالي لازم يكون حل سياسي. فدور منظمة المجتمع المدني هنا بيكون دور مكمل زي ما ذكر الأخ إدريس، دور مكمل لفضح النظام في مجال حقوق الإنسان يعني. وفي كل تجمعاتنا اللي اتعملت قبل كده من تحالف لغيره ما عرفنا نحن في كل تجمعاتنا ما هي آليات أو ما عرفنا تعريف دقيق منظمة المجتمع المدني وكيفية إشراكهم في العمل المعارض. فبالتالي كنا نرى كثير من الإشكاليات مثلا حصلت في مؤتمر أواسا الأخير كثير يعني. حتى التنظيمات السياسية كانت بتستفيد من الحتة دي كثير، خلقت حتى منظمات مجتمع مدني جديد للمشاركة في أواسا وغيره. فبالتالي الإشكالية الأساسية نحن خلقناها كتنظيمات. لكن أعتقد أنا أو أتمنى في التجمعات القادمة أو المظلة القادمة إذا ربنا سهل وتعملت، ولازم نتعلم من أخطائنا زي ما قلت قبل، لأنه دي من ضمن أخطائنا نحن كمعارضة إريتريا، نعرف تعريف دقيق للمنظمات المجتمع المدني وكيفية إشراكهم عشان مثلا ما يحصل نفس الإشكاليات اللي حصلت في 20 سنة اللي فاتت. لكن أعتقد العيب الأول فينا نحن كتنظيمات سياسية. أستاذ كراني. طيب الله يخليك. أنا حقيقة أول أريد أثبت أشياء مبدئية فيما يتعلق بأي تحرك إريتريا يعني. لأنه أولا نحن الآن ننادي عن الديمقراطية، ونحن الآن لازلنا نتعلم أبجديات هذه الديمقراطية يعني. فما في أحد الآن عنده حقية أن يقول هذا صح وهذا خطأ وأنت ما تعمل كذا، لكن كلنا في إطار ما يفيد الوطن في هذه المرحلة اللي موجودين يعني. عشان الآن بعض الأخوة في منظمات المجتمع المدني أصبح يتحسس إن التنظيمات أصبح عندها حق الفيتو، بحيث إن هي تعطي هذه صلاحية وهذا عدم صلاحية. نحن الآن ما عندنا آليات اللي ممكن أي إريتري في أي مكان يريد أن يقوم بأي تجمع من حقه أن يقيم معه. لكن أنا أيضا من حقي كسياسي أو كمنظمة أن أعبر عن رأيي حول هذا أو قناعاتي حول هذه المسألة يعني. فهذه نقطة مبدئية يعني. لكن الآن هو ما هي المعايير ذكروها الأخوة الآن اللي تعتبر فيها منظمات. أنا أعتقد السلبية اللي موجودة قاعد أرى أن بعد المنظمات المجتمع المدني أصبحت هروب من تحمل أعباء المسؤولية والدخول في العمل الأساسي اللي ذكره أخونا، مسألة أن القضية اللي قضية في الأساس قضية سياسية يعني. وبالتالي بعد النخب الإريترية تريد أن لا تحمل نفسها أعباء تنظيمية والدخول في التنظيمات والمعترك السياسي، وبالتالي تبرر أن هي أريح لها تكون 10-15 شخص ناس في نفس النسق في نفس التفكير، ويمكن يكونوا زملاء دراسة، وبالتالي يكونوا لهم هذه الجماعة
الجمعية، وأصبحت الآن عندنا عدد كبير من الجمعيات من منظمات المجتمع المدني، بالمقابل عدد كبير من التنظيمات هم دائما يعيبوا الشباب والمنظمات المجتمع. لماذا هذا عدد كبير من التنظيمات؟ في المقابل عندنا عدد كبير من الشباب، لأنه ما حلينا المشكلة، يعني في نفس الإشكالية موجودة. لكن خلينا نقول نحن أي إريتري الآن عنده حق، لكن هذا الحق ما يتعدى الحق العام، بحيث نحن لابد مجهودنا يكون يبذل في حل إشكالية إريتريا. أنا لو أريد أجيب مثل عملي الآن لواقع منظمات المجتمع المدني، يعني رأينا في تونس التنظيمات السياسية عاشت إشكالية في المرحلة الانتقالية هذه. من الذي جمعه وكان وسيط؟ منظمة الشغل التونسية كمنظمة مجتمع مدني لا ترشح نفسها وليس عندها رغبة، لكن يهمها أن هذا الوطن يستقر، وبالتالي هذه المنظمة جمعت كل الأطياف اللون السياسي وأدخلته في حوار، ومن خلال الحوار أيضا نتج حلت كثير من الإشكالات. أنا أعتقد مطلوب من منظمات المجتمع المدني الإريترية أن تلعب هذا الدور وأن تكون على هذا المستوى في هذه المرحلة، مع احترامنا لحقوقها ومع احترامنا لمجاهداتها. يعني احنا الآن لو أخذنا الحزب الإسلامي الآن عنده اتحاد الشباب، الاتحاد الإسلامي للطلاب والشباب الإريتري فيه بالمئات، يعني أكثر من الجمعيات اللي موجودة. يعني عندنا اتحاد المرأة، عدد من كبير من الجمعيات النسوية اللي كنا الآن نراها. يعني فبالتالي حتى التنظيمات عندها هذه المؤسسات المدنية، فمن حق الآخرين أن يعملوا، لكن نحن بحاجة الآن التعاون لابد أن يكون، أن نحل المشكلة السياسي ونقنن في إريتريا من خلال البرلمان منتخب ونعرف، وهذا التعريف يكون قانوني يلزم الأحزاب السياسية ويلزم منظمات المجتمع المدني، وتدعم من الحكومة بأن تقوم بدورها وبنشاطاتها، لكن ضمن إطار محدد ومعرف. لكن هذه المرحلة نحترم فيها الجميع ونتحمل فيها الجميع، نتعامل نحن التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقب نتعلم الديمقراطية حتى ندخل إريتريا إن شاء الله ونمل إريتريا الديمقراطية لتسعى الجميع. ممتاز جدا. في ختام هذا اللقاء السريع، أود أن من كل واحد منكم أن يتوجه بكلمة للشعب الإريتري في الداخل والخارج، وبالذات الداخل. شكرا الأخ بوليسي. حقيقة دي إذا كان في كلمة أنا أوجهها لشعبنا في الداخل، نحن نحس بمعاناتكم ونحن جزء من هذه المعاناة ونحن نتألم لهذه المعاناة، ولكن نحن وأنتم مكملين لبعض، ولا يتكامل هذا العمل إلا بتكاملنا مع بعضنا البعض. وعليه أنا أقول لشعبنا كفى ظلما واضطهادا، علينا أن نثور وعلينا أن نقوم بدورنا، كل في موقعه وكل بما يستطيع. نعرف أن هنالك مشاق كبيرة وهنالك في كبت، ولكن إذا كان ما ضحينا وما قدمنا تضحيات برضو ما حنصل إلى الشيء اللي نحن عايزينه. ونحن معاكم وقلبا وقالبا ونتكاتف جميعا. أستاذ منصور. في الختام هذا الحديث الطيب أود أن أتوجه برسالة إلى الشعب الإريتري في الداخل. أولا إيماننا القاطع بحزب الشعب الإريتري إنه التغيير لابد أن يأتي من الداخل، وهذا التغيير أنتم نواته ونحن بس مكملين لهذه العملية. فنحن واقفين وقفة رجل واحد في المعارضة الإريترية وعايزين المساعدة منكم. أستاذ إدريساي. بالنسبة لشعبنا في الداخل أنا أقدر أقول إنه نعم المعاناة كبيرة، ولكن الفجر آتي من خلال نضالاتكم في الداخل ومن خلال الإحساس الكبير بمعاناتكم من إحنا الناس موجودين في الخارج. بالنسبة لشعبنا في المهجر، أنا أقول شعبنا في المهجر الجلوس والبكاء في البيوت والمقاهي والمآتم وبيوت الأعراس لا يفيد شيئا. حتى ننقذ شعبنا لابد أن نساهم، كل واحد يساهم بشكل مادي، يساهم بعمله بقرشه بمعرفته في سبيل أنه ننقذ هذا الوطن اللي كلنا في الخارج نعيش الآن على حسابه، ووصلنا بلاد المهجر بنضالاته. ويعني يجب أن نحس بهذه المعاناة، ويجب زي ما أقول دائما إنه إحنا بالذات اللي درسنا واللي تعلمنا، الناس اللي نحن درسنا واللي تعلمنا باسم هذا الشعب، علينا دين لا بد أن ندفع هذا الدين من خلال تواجدنا اليومي والعمل ماديا ومعنويا. وهذا ما أوجهه لشعبنا. شكرا جزيلا.
نعم. أنا حقيقة الرسالة الأخيرة اللي أريد أن أوجهها، يعني رسالتي أوجهها للقوات المسلحة الإريترية، لأنه في مرحلة الكفاح المسلح الشعار اللي كان مرفوع لا يعلو صوت فوق صوت البندقية، وهذه البندقية دعمت من الفلاح البسيط اللي كان عنده جمل كان يحمل السلاح، واللي كان عنده قنمة كان يعطي قنمة، وبالتالي هذه الثورة حميت من هذا الشعب الضعيف. نتمنى هذه البندقية أن لا تكون الآن أصبحت حوالي 300,000 أو أكثر مسلح عندنا في إريتريا، الشباب كله مسلح حتى الكبار السن مسلحين، وبالتالي إريتريا أصبحت هي ورشة عمل للسلاح. ولهذا لا نريد هذه البندقية أن توجه في صدر إنسان إريتري، لا نريد أن البندقية هذه أن توجه في خراب هذا الوطن، ولا نريد أن هذه البندقية أن تكون في يد الظالم والدكتاتور السياسي يوجهها لدرب خصومه ودرب المواطنين الإريتريين، حتى من أنصار الجبهة الشعبية اللي كانوا قيادات الآن موجودين في السجون. يعني إذن قوى المعارضة الإريترية عليها أن تفكر 1000 مرة كيف تحمي هذه البندقية وتقننها بحيث تكون بندقية وطنية تحمي الوطن ومكتسباته وتحمي الشعب، وأن لا نكرر أخطاء الربيع العربي سواء كان في سوريا أو في ليبيا أو غيرها، لأنه هذا شيء مخيف. إن عندك عدد كبير من الشباب، عندك 10,000 في السجون، هذا عندما يتفجر ويترك السياسة مكانه حنعيش في كثير من الإشكالات. إذن هذا الجيش هو اللي يكون حامي ودامن لأي تغيير قادم إذا كان لعب دورا إيجابيا زي الجيش التونسي أو سوار الذهب وغيره، وبالتالي يستطيع أن يؤمن البلد، ونحن بحاجة إلى تأمين البلد لأننا مشروع إنقاذ. يعني الشعب الإريتري أيضا لابد أن يعيش في أمل سواء كان في الخارج وفي الداخل، ولابد لو ثرنا مرة واحدة في قلب رجل واحد، أنا أعتقد هذا الرجل لا يمكن أن يبقى في أي يوم في داخل إريتريا، والتغيير قادم، ونتمنى التغيير هذا أن يكون آمن وأن يحقق طموح كل الشعب الإريتري، ونحقق بأحلام ثورتنا ومجهودات نضالاتنا وشهدائنا أيضا. وشكرا لك على هذه الاستضافة. شكرا لكم، شكرا أستاذ محمد نور كراني، شكرا أستاذ إدريس همد، شكرا أستاذ محمد عثمان إدريساي، شكرا أستاذ منصور عبدو عمر. شكرا جزيلا لك. سمعك هو سياس من اللي يمك خبرهم مبارك وابن علي وقذا في السلسوم علي ود عبد الله وبشر لكم سلام أكي مكرايك الروي تركب أسرهم قربت قدم مع الكواء سياس قلت بأكم سلام قلت بأكم سلام زالمت وجائر حكمنا شعبية أبشر كاي تحزن قبيل إريتريا إيمان ودو صبر إيتيبال ابدأ بايا خير كقروب هلا قد تركب انتالت فتيا
خاطرك السبرة وفرحتك السبرت كمراتك يتقندل ويركبك حرية مرد يبكى منبرو مثل إلا حكومة اقل حقك من نادل شرفت اقلك لسان من لأزم كتب بديك لأكلك أزيم أفقرونا يلبك لموت من فرها دي ما يسرك بلقل اكتبت وقلت هاقي قل مئسة الرو وبحنتاج اندر ايه شعبي منبرو وبزانين دا سامع والدين عرعرو ود أفورك قل الساسع يا الطاقع ويزبط كبرو هبنا ديبا وردي عيرت هلا هدايوم وهبنا ديبا سبنواي اندل رعنوايوم وهبنا ديبا عباي عدنا على التعزيوم وهبنا ديبا دارسام عدنا على التسيوم وهبنا ديبا دنقل بعشلو شقرن وهبنا ديبا مرعي فحناه اقرن وهبنا ديبا عمسي حنوت هلات كبدن وهبنا ديبا حراسات اجنيتن ديب حقفن قبيل قدمت عندك كلموت يهليت اسك مدول تأزيم شباب حقو بديت كل دول فنش اقارتو سياسي فتيان سنيت دحرث خاي دحرذي ثببا شخكم محوي وخيتك العنبابا دحر عذاب دحرذ خلو ثقم كرقا تلقث كافر ما يكافقن دحرث خاي دحرذي ثببا شخكم محوي وخيتك العنبابا دحر عذاب دحرذ خلو ثقم كرقا تلقث كافر ما يكافقن وسلام رهوة مفتسانت نهوبانا جورانا ينسانت مقذعت تفتروا رعد شبران عركان تميت سمئي سدة المكران مقذعت تفتروا رعد شبران عركان تميت سمئي وردة المكران كاب صاروخ نوحو كني حاسوب كدربي سناي ذبن كوينو عودنا غربي مريتنا حنببي حالنجي غرافي رقم يلم يخم بالفرحي تودي ويون ناي مقذات قرحي فردخنا ناي بحافظ كابا كتكايو بفتحي اندابا وحكي جبوت زي فنو رقم يلن قاريتا لمانو الجوخاك فتح يذنبر محلخا مقارجات سلمتنا ينباتي تخنقتي وبرحن كون معلتي ود حقر الجوخاك فتح يذنبر محلخا مقارجات سلمتنا ينباتي تخنقتي وبرحن كون معلتي وسلام رهوة مفتسانت نهوبانا جورانا ينسانت مقدعت تفتروا رعد شبران عركان تميت سمئي
شدة مكران مقذعت بفطرو رعد شبران عركان تميت سمئي شدة مكران كاب سروف نوحو كني حضر كدربي صلى ثراويت ناس عودنا قربي مريتنا عم ببي صوت المنتدى. نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين. تمرد وحدات مما يسمى بالجيش الشعبي المكلف بحماية المؤسسات الحكومية في أسمرة. إقبال غير مسبوق على شراء الوقود بعد أنباء عن قرب انعدامها. سجن سنبل يشهد اكتظاظا شديدا بالسجناء. أنباء عن هروب أعداد كبيرة من القوات المرابطة في ضواحي مدينة تسنين. الأنباء بالتفصيل. شهدت العاصمة أسمرة خلال الأيام الماضية تمردا قاده أعضاء ما يعرف بوحدات الجيش الشعبي الذي يتكون من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما، بالإضافة لمعوقي وجرحى حرب التحرير والمعفيين من منتسبي ما يسمى بالخدمة الوطنية، حيث طالبوا بإعفائهم من الحراسة الليلية في المواقع والمؤسسات الحكومية الهامة بالعاصمة أسمرة، لأن أسرهم صارت عرضة للسرقة التي أصبحت ظاهرة مألوفة منذ فترة ليست بالقصيرة، وازدادت ضراوة مع حالات الظلام الدامس التي تعيشها البلاد نتيجة للانقطاع المستمر للكهرباء. وأوضحت مصادرنا بالداخل أن حالة التمرد والتذمر بين أوساط منتسبي الجيش الشعبي ظلت تأخذ منحا تصاعديا منذ فترة طويلة، حيث شهدت وحداتها احتجاجات علنية ورفضت الانصياع والامتثال لأوامر قادتها الداعية للمداومة في الحراسات الليلية، ولكنها كانت تتسم بأنها ظلت احتجاجات في إطار محدود ضمن وحداتهم العسكرية، عكس ما حدث خلال الأيام الماضية التي شملت فيها الاحتجاجات كل الوحدات المرابطة بالعاصمة أسمرة وضواحيها، مما دفع الحكومة يوم أمس الثلاثاء لعقد اجتماع عاجل مع المحتجين وسط تخوف من اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم. وسنوافيكم بتفاصيل الاجتماع في وقت لاحق. في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من الانقطاع المستمر للكهرباء، شهدت أسعار الوقود ارتفاعا جنونيا، حيث بلغ سعر لتر البنزين 80 نقفة. وذكرت مصادرنا في العاصمة أسمرة أن سكانها يعيشون حالة من الهستيريا بحثا عن الوقود ومشتقاته، خاصة بعد تردد أنباء شبه مؤكدة بوجود اتجاه لدى الحكومة لزيادة أسعار جميع أنواع مشتقات الوقود، فضلا عن قلة المعروض منها في السوق السوداء لانعدام أو محدودية ما أصبح يصل عبر الطرق غير الشرعية، بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومات المجاورة للحد من تهريب السلع إلى إريتريا، وكذا محاولة استحواذ الحكومة عليها. يشهد سجن سنبل بالعاصمة أسمرة اكتظاظا بالسجناء نتيجة لإغلاق المحاكم أبوابها بسبب العطلة الصيفية، مما أدى إلى عدم البت في العديد من القضايا الجنائية وإرسال المتهمين فيها إلى هذا السجن. هذا وقد بلغ شدة الازدحام في عنابر السجن حدا غير مسبوق، حيث يصل عدد السجناء الذين يحشرون في العنبر الواحد أكثر من 300 شخص. كما يعج العنبران الخامس والسادس من السجن بالكثير من ذوي الأمراض العقلية، وأن كثير من السجناء يعانون من أمراض مزمنة ومعدية ولا يجدون العناية الصحية اللازمة ولا ينقلون إلى المشافي إلا وهم على عتاب الموت. شهدت الأيام القليلة الماضية هروب أعداد كبيرة من أفراد الوحدات العسكرية المرابطة بضواحي مدينة تسنين، وقالت مصادر الإذاعة من مدينة كسلة أن السبب الرئيس لهذا الهروب يرجع إلى امتعاضهم من الخدمة الطويلة في الحقول والمزارع التي تذهب عوائدها إلى جيوب قادتهم، ورفض القادة منحهم إجازات دورية لزيارة أهاليهم، وأساليب التعذيب القاسية التي يتبعونها لعقابهم عند المطالبة بالإجازة. وحسب مصادرنا أن حدوث هذا الهروب الكبير في هذا الوقت من العام الذي يشهد هطول أمطار غزيرة وفيضانات الأنهار في الطرق المؤدية إلى السودان يؤكد مدى تدهور العلاقة بين أفراد الجيش وقادته، وبلوغ حالة التململ إلى درجة غير معهودة قد تؤدي في المستقبل القريب إلى عواقب وخيمة. نهاية النشر. صوت المنتدى.
بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة منتداكم لهذا اليوم. حتى يتجدد اللقاء بكم يوم السبت المقبل بمشيئة الله، دوموا بخير.